كاع المعتقدات ديالي فقدتها. بزاف ديال التعاليق جاوني فحال هاد التعليق ديال راه اللي قريب لربي عمرو ما غيضيع، راه دايمًا غادي يفلح، راه. شوفوا أنا هنا ما كنناقشش المعتقدات، كل واحد والمعتقد ديالو، كل واحد كيآمن بواحد الحاجة وبواحد الطريقة على حسب تربيته، على حسب الأزمات، على حسب الصدمات، على حسب المحيط اللي عاش فيه. ولكن غير باش نوضّح لأنه الطريقة اللي كيتكتب بها التعليق كتكون دائمًا أن أنت مقصّر، أن أنت واحد الإنسان مقصّر، حنا راه كنا مقصّرين ولكن هاديك الطريقة اللي تعاقب بها بطريقة غير مباشرة الأزمات ديال الناس، هذه أنا ما كنتفقش معاها، حيت صدقوني اللي ما دازش من شي أزمة كبيرة عاش صدمات، كاين صدمات اللي العقل لا يتخيلها. إلا الناس اللي دازوا بيها، فعافاكم ما تبقاوش ترميو الأحمال ديالكم الطريقة ديال التفكير ديالكم على الناس، أنت ما قربش من ربي، داك الشي علاش أنت فاقد الهوية ديالك، داك الشي علاش أنت ضايع، داك الشي علاش أنت ما لاقيش راسك، داك الشي علاش أنت عندك المشاكل، لأ، لأ ماشي بالضرورة، ماشي بالضرورة نهائيًا، كاينين ناس عندهم أمراض نفسية، كاين ناس دازوا صدمات كبيرة خلّاتهم حتى هاد الهضرة اللي أنت تتقولها هو لا يفهمها، ما كيفهمهاش، عقلو ما كتدخلش ليه هاد الهضرة بالعربية. نعطيكم مثال، أنا مثلًا فاش الأم ديالي توفات الله يرحمها، آآ دازت من أزمة كبيرة، كانت صدمة كبيرة نفسية ولحد الآن أنا كنحاول أنني نخرج من هاد الصدمة، ولكن في واحد الوقيتة أنا فقدت كاع المعتقدات ديالي فقدتها. يعني أنا كنت واحد الإنسانة تنصلّي، كنآمن جدًا، 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 جدًا بالقضاء والقدر، دراساتي اللي درستها حتى هي كانت كتساعد على هاد الشي، كبرت واحد العائلة محافظة، الأب ديالي كان حافظ للقرآن، كان فقيه، يعني كاع اللي هو خاصو يكون فيّا كإنسانة مؤمنة ومحافظة يعني كنصدّق بأي حاجة بالقرآن والسنة كانت فيّا وكنت تنآمن بها، ولكن في الموت ديال الأم ديالي أنا فقدت كاع هادشي فقدتو، وعقلي ما بقاش كيستقبل إن شي حد يقول ليا هذه هي الحياة، هذه هي سنة هذه هي سنة الحياة، هذا قضاء الله وقدره، ربي بغاها داها، أنا عقلي صافي وصل لواحد المرحلة أن تيقول ليا شي إنسان قريب هاد الهضرة تنقول ليه أنا هاد الهضرة غير مفهومة ليا، عقلي ما بغاش تدخل ليه هاد الهضرة ديال أن صافي أنها صافي مشات وأن ربي داها وأنا هذه هي سنة الحياة وأنا خاصني نقبلها. ما بقاش كتدخل ليا هاد هاد الهضرة عقلي ما بقاش كيتقبلها، علاش؟ لأني أنا كنت بالنسبة للحالة النفسية ديالي وبالنسبة لعلاقتي مع الأم ديالي، كانت بالنسبة لي صدمة نفسية أنها تمشي. رغم أن ربي هيّأني من جميع النواحي باش أنا نستقبل الموت ديالها، ولكن كانت يعني كيف تيقولوا المصريين برضه كانت صدمة نفسية بالنسبة ليا ما قدرش عقلي يتعامل معاها في أول سنة، ما قدرش نتعامل مع الموضوع، فعافاكم ما تبقاوش تحكموا بطريقة تفكيركم على الناس، لأن كل واحد والعقل البشري ديالو كيتعامل مع الصدمات والأزمات، ودائمًا أنت ماشي هو وهو ماشي أنت، فماشي الطريقة اللي أنت كتلقى بها الراحة ديالك والسكون ديالك يقدر حتى هو يلقاهم بها، اللي كيتعامل أنت قوي يا سيدي، أنت ما شاء الله مؤمن، الله يقوي إيمانك، كتعرف تتعامل مع أي صدمة مهما كان الحجم ديالها، الناس الآخر لا، ما تقدرش تتعامل بنفس الطريقة، فعافاكم احترموا الألم ديال الناس الآخرين، واحترموا الطريقة كيفاش كيتعاملوا مع الألم ديالهم، كل واحد حر، كل واحد كيتعامل بالطريقة اللي تناسبه، وكل واحد التجربة ديالو هي اللي كتخلّيه يتعلّم، فخلّيه يتعلّم، خلّيه يجرّب، خلّيه يكمّل في الطريق اللي هو فيها بلا ما أنا نبقى نعاقبه غير حيت أنت بعيد على الله، غير حيت أنت ما قريبش لله، غير حيت أنت ضايع، غير أنت هاد الشي هو السبب. ما يعني أنا لا أتفق مع التعليقات وذلك أنا غنجاوب غير هاد المرّة غتكون آخر مرّة أنني نجاوب على هاد النوع ديال التعليقات، عافاكم شوية الاحترام. وشوية تقدير للمشاعر ديال الناس والحساسية الأمور عندهم، يعني كل واحد كيفاش كيتعامل مع الأمور، شكرًا.